السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا مساء الفل على عيونكم. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، يومكم كله خير وفرحة وبركة. قبل ما نبتدي الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ان شاء الله مع بعض النهاردة هنعمل الزبدة. ايوه، هنعمل الزبدة لتاني مرة، بس المرة دي هنعملها بمقادير مختلفة خالص وجودة اعلى بكتير من التانية. انا معاكم يعني ايه بمنتهى الصراحة. الطريقة اللي هنعملها مع بعض النهاردة بدون حليب خالص هتطلع معاك زبدة هايلة. زي ما انتوا شايفين مراحل تسييحها. زبدة يا جماعة، وزبدة كمان أصلية عن تجربة. بصراحة دي تفوق التانية بكتير. شايفين راقت معانا وعملت كمان مرتة وريحتها كانت جايبة آخر الدنيا. هنشوف بقى اثناء الفيديو هنعمل ايه، ونقول بسم الله والصلاة والسلام على اشرف خلق الله، وندخل على بركة الله نبتدي الفيديو. اول حاجة يكون معانا كوباية من القشطة. كوباية المج بقى اللي هو العادي بتاع الشاي، او الكوبايات المعيارية اللي يريحكم. يبقى كوباية من القشطة اللي هي بنشيلها من على وش اللبن. معانا كمان كوباية زبدة، أي زبدة متوفرة عندك. أنا مستعملة زبدة فرن. كوباية زيت، ومعانا كمان نص كوباية هتودينا بقى، هتوديلكوا الزبدة دي كده في حتة تانية خالص. هنشوف أثناء الفيديو إيه هي نص الكوباية دي. يبقى معانا كوباية من القشطة. هنجيب الخلاط بتاعنا وهننزل بكوباية القشطة. القشطة دي يا جماعة شايلاها من على وش اللبن. نص معلقة صغيرة خالص من الملح ومعلقة كبيرة من الخل. وهنشغل الخلاط كده ايه على مراحل، يعني ايه تكة كده ونقفل. مش هنشغله كده مستمر اهو زي ما انتوا شايفين. نشغل ونقفل نشغل ونقفل. يبقى حطينا كوباية القشطة، حطينا نص معلقة صغيرة خالص من الملح، حطينا كمان معلقة كبيرة من الخل. بعد كده هننزل بكوباية الزبدة. الزبدة دي يا جماعة زبدة فرن. اي زبدة متوفرة عندك اشتغلي بيها، مفيش اي مشاكل. بنفس الطريقة برضو هنشغل الخلاط برضو شوية ونقفل شوية ونقفل. يعني ايه ما نشغلهوش مستمر. مهم جدا يا جماعة اللي انا بقوله لكم ده. نشوف القوام مع بعض من فوق. شايفين كريمي خالص حلو هايل. بعد كده بقى ننزل بنص كوباية سمنة بلدي سايحة. يبقى نص الكوباية دي ممكن تستغني عنها، لكن كل ده بيعزز معاكي طعم الزبدة وبيخليها بصي بيوديها لك لحتة تاني خالص. يبقى القشطة مع السمنة البلدي هتخلي لك الزبدة بتاعتك والله في منتهى الجمال عن تجربة. اهو زي ما انتم شايفين بنشغل ونقفل برضو بنشغل ونقفل. معانا لسه كوباية زيت. بننزل بقى بكوباية الزيت كده ايه سرسوب صغير. بعد بقى ما نزلنا الزيت وخلصنا كله وضربنا كله هنجيب قالب وهنجيب كمان كيس وننزل بالزبدة بتاعتنا. بتعمل حوالي 800 مثلا و50 860 جرام كده من الزبدة. لو زودت شوية المقادير ضعفتيها او حاجة ممكن تعدي الكيلو كمان. يعني دي معدية اكتر من كيلو الا ربع من الزبدة، بحاجات ومكونات موجودة عندنا في البيت. زيت موجود، القشطة موجودة سمنة بلدي موجودة، مش موجودة مش متوفرة عندك خلاص استغنى عنها. بعد بقى ما طلعت معانا زي ما انتوا شايفين هايلة حلوة جدا ولا احلى من كده. شايفين يا جماعة قوامها هايل. نشوف مع بعض بقى تسيحها حلوة جدا. يبقى بعد ما بنصفيها كده بنحطها في التلاجة يوم كامل. بعدها بتطلع معانا زي ما انتم شايفين بمنتهى السهولة. بتسيح كأنها زبدة والله من الغالية كمان. النتيجة دي طالعة معانا ناجحة وحلوة، عشان كده حبيت اجربها لكم برضو.
طالما وصلت النتيجة في حاجة يعني هتفيدنا كلنا، فانا ايه بنزلها لكم. وبرضو بعد ما تجربوا هتقولي رأيكم ايه. لو وصلتوا معانا لحد كده بقى ما تنسوناش باللايك، واللي ما اشتركش في القناة يا ريت يشرفني بالاشتراك وتعليق جميل منكم. بإذن الله الوصفة دي هتعجبكم خالص. شايفين مراحل التسييح بتاعها هايلة. وبكده بقى خلصنا وصفتنا، يا رب تعجبكم وتنور رضاكم ونكون دايما عند حسن ظنكم. هنشوفها برضو لما تروق معانا خالص للآخر، تهدى معانا بس اهو، وعامله مرته كمان. واسيبكم على خير واشوفكم على الف خير، واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دمتم في امان الله ورعايته. مع السلامه.